السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهارده احنا معانا خلاط، يعني الخلاط اللي هو تقريبا 80% من بيوت مصر موجود فيها الخلاط اللي هو العادي دوت. الموتور بتاعه طبعا هو الخلاط سيمبل جدا ومبيبقاش فيه اي مشاكل، وهو على فكرة حتى هو سيمبل هو من احلى الخلاطات اللي ممكن تشتغل بيها في بيت. تمام. صاحبه يعني جاي بيقول الموتور بيقطع وبيعمل شرز كهرباء. طبعا هو طبيعي اي حد اول ما يشوف الموتور وهو شغال هيلاقيه فعلا بيعمل فرقات كهرباء وبيقطع، هيقول الموتور ده محروق. انما لازم دايما يكشف عليه قبل ما يدي النتيجة، لان في حالة زي ديت الدهون اللي بتبقى نازلة والعصاير والكلام دوت على الموتور بتخلي الشربون اللي بيبقى واصل الموتور الدهون بتمسكه، يعني السوستة ما بتطلعش. السوستة دي المفروض اول ما اشيل الطرف السلك بتاعها السوستة دي بتقوم طايرة على طول. طبعا السوستة ما بتطلعش، يعني بشدها اهي ماسكة. كذلك الجنب التاني السوستة طلعت والشربون ماسك جوه من الدهون، فبالتالي هو عشان كده مش موصل كهرباء وبيقطع. فانا طبعا لازم الموتور ده بيتفك واطلع بيه خالص واطلع الشربون وانضفه وانضف المجاري بتاعته كويس وارجع اجمعه تاني. فاحنا طبعا هنعمله الكلام ده دلوقتي وارجع لحضراتكم تاني ونجربوه مع بعض. تمام. يعني بص حضراتكم ما بتطلعش، مفيش، وعليها دهون مش طبيعيه بقى. فاحنا هنعمله الكلام دوت دلوقتي وارجع لحضراتكم تاني. شايفين هنا يا جماعه لما فكينا الشربون انا مش عارف، انا طبعا عارف انه مش باين قد كده، يعني كل اللي انتوا شايفينه دوت ده دهن ماسك فيه وزيت وشحم. الشربون التاني طالع متكسر اساسا من كتر اللي كان ماسك فيه مش راضي يطلع. تمام. السوستة كلها زيوت ودهن، حاجة يعني طبيعي ان هو مش بيتحرك يعني. تمام. فاحنا دلوقتي هنحط سوستة جديدة وهنجيبه شربون جديد، ونضفنا بالفعل المجاري بتاعتهم في الوش، وهنرجعوا نجمعوا الموتور تاني وارجع لحضراتكم. كده يا جماعة احنا ركبنا الشربون وقفلنا الخلاط اهوت بعد ما خلصناه. شغال تمام مفيهوش اي مشاكل. هو الموتور ما كانش محروق ولا حاجه زي ما صاحبه كان مفترض او اللي اتقال له. تمام. هي المشكله كانت في الشربون بس. اتمنى يكون الفيديو السريع دوت عجب حضراتكم. لو في اي حد عنده استفسار شرفوني كلكم باي اسئله انتوا عايزينها. السلام عليكم ورحمه الله.